هنعمل طريقة الجلاش بشكل حلو وموفر واقتصادي ومقرمش خالص. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنبتدي نمسك لفة الجلاش، هنطلعها وهنفردها معانا، وهنبتدي بالسكينة نعمل بالطول كده زي صوابع طويلة. هنبتدي بقى نعمل كده بالسكينة يا دوبك واخدة زي صباعين كده بالظبط. طريقة كويسة جدا ومقرمشة. طبعا احنا محضرين العسل، عاملينه طبعا مخلينه على جنب طبعا برد مننا عشان هننزل الجلاش سخن. بصوا الطريقة ديت هنلف طبعا، دي هندخلها من جوه. بصوا هوريكم واحدة تاني دلوقتي. هنمسك زي 4 كده، زي 4 وحدات بالظبط او 5. هنلف كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ممكن عكس وعكيس، وندخل الحتة الاخرانية من جوه. بص هوريكم برضو شوية تاني هم، وندخل دي في الاخر. هنبرم على صباعنا كده، وندخل الحتة الاخرانية ونوسع كده من فوق، عشان لو هنحط شوكولاتة او هنحط مكسرات. خلاص كده خلصناهم كلهم. طبعا دي بقى طريقة اقتصادية، انا حاطة المرة دي زيت، انت حابة تحطي سمنة او زبدة بلدي براحتك. انا عاملاها طريقة اقتصادية وطريقة موفرة معايا. طبعا انا الشوكولاتة عاملاها في البيت. بصوا كده خلاص بعد ما خرجناها في الفرن، اتحطت في الفرن بتاع تلت ساعة في الرف اللي في النص، وبعد كده خدت بتاع 5 دقايق في الشواية من فوق. هناخد بقى العسل ده. طبعا انا عاملاه من بدري وسايباه طبعا بارد، عشان انزل طبعا الجلاش عليه سخن على طول، عشان يخرج معايا مقرمش كده خالص. هجيب شوكة عشان العسل ينزل خالص، واشيل المعلقة ديت، وهبتدي اخد واحدة واحدة كده واحطها. طبعا العسل احنا حاطين كوبايتين مية وكوباية سكر وليمونة كاملة، ومقلبش خالص عشان ما يتحلونش مني. وانت حابة تعملي الشوكولاتة في البيت، هنجيب كاكاو خام، وهنحط عليه معلقتين نشا وكوباية لبن، وهنحط معلقة سمنة او معلقتين زيت، وهنحط زي ربع كوباية سكر. وهبتدي بقى كل دوت اعمله على النار، وهتبتدي تتعمل معايا شوكولاتة. انت حابة تجيبي شوكولاتة من بره، اللي هي الشوكولاتة النوتيلا او الشوكولاتة اللي هي الميكستيلا، الحاجات اللي هي الرخيصة اللي هي ب20 وب25 جنيه. برضو تحطيها كده على حمام بخار بعد ما نعمل الجلاش تعملي بيها كده. خلاص انا خلصت الجلاش كله لما عملته في العسل. بصوا طالع هاشش معايا ومقرمش وتحفة. وبصراحة دلوقتي طبعا الحلويات طبعا غالية جدا. الكمية دولت عملوا لي لفة جلاش واحدة. انا هاخد كده بالمعلقة، ما عنديش اللي هو القرطاس ده بتاع الحلويات، وقلنا طبعا نتصرف اهوت. نزلنا بالمعلقة. حابة تحطي سوداني زي ما انا حاطة كده، انا هعمل شوية بالسوداني وشوية من غير سوداني. وطبعا مقرمش يا بنات وطعمه تحفة، ويا ريت تجربوه بجد، لذيذ قوي. حابة طبعا تغطسي الجلاشية كلها جوه الشوكولاتاية براحتك. طريقة جميلة جدا، والله مش بتكمل تلت ساعة يا دوبك لفة الجلاش تحط في الفرن. وبرضو بصراحة لما تبقي عاملة العسل اللي هو الشربات دوت، تبقي عاملاه وحطاه في برطمان على جنب. انا بصراحة كنت عاملة الشربات من اخر مرة اتبقى معايا شوية، مسكتهم صفيتهم بالمصفى ومسكتهم حطيتهم في برطمان وشلتهم. يعني انا كنت اخر مرة بعمل حلويات دول اتبقوا معايا. وهنبتدي بقى نزين اي حاجة. حابة تحطي جوز الهند، حابة تحطي سوداني، شوكولاتة بس. طريقة حلوة قوي يا بنات،
ومقرمشه. بصوا مقرمشه خالص ومورقه خالص طبعا عشان احنا عاملينه ورده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.